السلام عليكم متابعي الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن صحه والتمام. نتوما تتشاهدوا اليوم غادي نديروا واحد الطبق اللي هو هائل في المذاق ديالو. الدجاج تيجي مقرمش، تيجي لذيذ بواحد تتبيله رائعه. تنتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم وينال الاعجاب ديالكم. هذا الطبق تيحبوه الكبار والصغار، تيجي لذيذ في المذاق ديالو. غادي نرافقوه مع هاد البطاطا اللي تجي حتى هي في الفران، تجي ناشفه ما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وهنايا في واحد الجميله غادي نستعمل هكايا اطراف تاع الدجاج اللي قطعتهم هكايا شويه رقاق باش تدخلهم العطريه والطياب. الكميه على حسب الرغبه نتوما، تقدروا ديروا غير صدر تاع الدجاج لكم اختيار. هنايا غادي نستعمل معلقه كبيره تاع سكينجبير، معلقه تاع صغيره الملح، عصير تاع حامضه صغيره، وهاد القشور ديال الحامض اللي غادي نستعملهم حتى همايا. غادي نضيف سكينجبير، الملح، وهاد الحامض باش نحيدو منه كاع الزفوريه البنات تاع الدجاج من طبيعه الحال راه مغسول من قبل. صافي هنايا غادي نضيف الماء وغادي نحطها فوق البوطه تيغلى ليا تماما شي 40 دقيقه. صافي وهنايا غادي ندوز باش نحضر العطريه. هنايا عندي معلقه صغيره تاع البزار، هنايا معلقه صغيره ديال بابريكا تحميره، هنا معلقه صغيره تاع الخرقوم، معلقه صغيره تاع السكنجبير، معلقه صغيره تاع الثوم بودره، هنا معلقه صغيره تاع الهريسه. اللي ما تيبغيش الحار يقدر يستغنى عليها. هنايا عندي معلقه صغيره تاع الصوجه، هنا معلقه صغيره تاع المطار، وهنايا غادي نسم هكايا بالزعتر، وهنايا عندي الاوريغانو الحبق. هاد المنسمات تيعطيو للدجاج واحد البنه رائعه. هنايا عندي عصير تاع حامضه، وغادي نستعمل 3 المعالق تاع زيت البلديه. صافي وغادي نخلط هاد العطريه مزيان مع هاد الحامض، العصير ديال الحامض. صافي هنا كيف ما تتشوفوا الدجاج من بعد ما طاب نص طيبه سكرته مزيان، وغادي نبدا ندخل فيه في هاد العطريه مزيان. قد ما شرب هاد العطريه قد ما تيجي لذيذ في المذاق ديالو. هانتوما كيف ما تتشوفوا. هنايا غادي نغطيه ونخليه واحد المده. الا كنتو غتستعملوه في العشيه ديروه في الصباح، ولا كنتو غتستعملوه بالنهار ديروه في الليل. راه قد ما طول في الطرقات يعطي واحد اللذه في الدجاج. هنا عندي واحد 4 البطاطات اللي غادي نرافقوهم مع هاد الدجاج. بطاطا تاع القليان نقيتها، غادي نقطعها هكايا طروفه كبارين. البطاطا ليكم الاختيار، تقدروا تضاعفوا على حسب الافراد اللي عندكم. صافي هنايا من بعد ما قطعتها طريفات يكونوا كبار غادي ندير عليها الماء وغادي نخليها تغلي غير شويه البنات، واحد 10 دقائق، حقاش مازال غادي نعاودوا ليها الطياب ديالها في الفران باش ما تهرش معاكم. تكون هاد البطاطا من الاحسن تكون ديال القليان. صافي من بعد ما قطعتها هكايا طريفات كبار غادي نحطها فوق البوطه تغلى كيف ما قلت لكم. صافي هنا غادي ندوز باش نحضروا العطريه ديال البطاطا. غادي ندير غير معلقه صغيره تاع الابزار، معلقه الخرقوم، معلقه التحميره، شويه تاع الملح نصف معلقه، معلقه تاع الثوم بودره، معلقه ديال الهريسه، موطارد. صافي وغادي نزيد هنايا هاد المنسمات. عندي هنايا هاد الزعتر، عندي الياسير، وعندي الاوريغانو.
هاد المنسمات تيجيو رائعين في البطاطا. صافي هنايا غادي نزيد واحد الكمية تاع الزيت البلدية. غادي نخلطوها مزيان. هاد البطاطا تتجي لذيذة بزاف بهاد المنسمات. صافي هنايا نتوما كتشوفوا جبت واحد اللاطة اللي غادي ندخلها للفران، وعندي بطاطا اللي قلت لكم طيبتها. شوفوا كتبقى هكايا شادة حقاش مازال غادي نعاود ليها هكايا طياب في الفران. صافي هكايا نضيفها لهاد الخليط وتنحطها هكايا في لاطة. صافي غادي نستمر تنكمل الكمية كاملة اللي عندي. صافي هانتوما تتشوفوا غادي ندخلها للفران طيب من الفوق ومن التحت تتحمر لينا مزيان. اللي باش نخرجها غادي نوجد الدقيق اللي غادي نستعمل فيه الدجاج. هنايا استعمل 2 كؤوس تاع الدقيق ابيض، هنايا 2 معالق صغار تاع مايزينا، رأس تاع المعلقة تاع البزار، هنايا راس المعلقة تاع تومة بودرة، وغادي نستعمل تحميرة. غادي نخلط هاد العناصر مزيان. صافي غادي نجيب هاد الدجاج ديالي اللي ترقد كيف ما قلت لكم، قد ما ترقد مدة طويلة قد ما تعطي المذاق رائع في الدجاج. صافي هنايا غادي ندخل هاد الدقيق مزيان في هاد الدجاج بهاد الطريقة. صافي تنستمر تندخل مزيان تما تتبقى ليا حتى شي بلاصة بلا دقيق. صافي هنايا غادي نجيب واحد الصفاية. صافي غادي نحيد كاع هاد الزيادة اللي تكون تاع الدقيق لاصقة في الدجاج. صافي هنايا حيدت كاع هاد الطراف تاع الدجاج. هنايا عندي هاد الماء يكون بارد البنات. صافي غادي نخشي فيه هكايا هاد الدجاج. هاد الطريقة راه تيجي مقرمش. هذا هو السر من هاد الاسرار ديال هاد الدجاج باش تيجي مقرمش وما تيجيش شارب الزيت. صافي هنايا صفيته. غادي نعاودو في هاد الدقيق. الطريقة راها واضحة. صافي هنايا تنهز غير الدقيق تنعاودو باش تيجي داك الدجاج كيف ما قلت لكم مقرمش ما تيشرب لا زيت لا حتى شي حاجه. هذا هو السر باش تعطينا داك التقرميشه. صافي تنعقب نزيد فيه غير شويه دقيق من هذاك اللي شايط عندنا النيت. صافي هنايا كملته. هنايا غادي نجيب واحد المقله اللي غادي نسخن فيها الزيت. صافي غادي نبدا هكايا نحط في هاد الطروفه تاع الدجاج.
هنايا العافية تكون متوسطة، خليهم يطيبوا على خاطرهم، راه ما تيشدوش طياب بزاف حقاش راهم طايبين نص الطيبة الاولانية. صافي هنايا حتى تنحس بيهم تحمر مزيان، صافي غادي نقلبهم. هنا ما تخافوش البنات، راه واخا هكاك راه ما تيجي شارب لا زيت لا حتى شي حاجة. بهاد الطريقة اللي قلت لكم راه تجي هائلة. صافي هنايا غنخليه حتى يتحمر مزيان، وياخد هاد اللون. صافي غادي نصفيه. صافي هنايا حطيته على هاد الورق تاع باش ينشف لينا تماما. صافي هنايا غادي نستمر نكمل الكمية اللي بقات عندي بنفس الطريقة سنكملو. وهنايا من بعد ما ساليناه كيف ما تشوفوا وضعته في هاد الطبق تاع الزين. شوفوا الدجاج تيجي رائع، اللون ديالو مذهب، تيجي مقرمش. وبالنسبه للبطاطا من بعد ما خرجتها من الفران تجي على هاد الشكل حتى هي ترافقوا، تجي لذيذه بزاف. درت معكم هاد البريوات هما غادي نخليهم تنديرهم فيديو اخر باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف وممل. هنا بالنسبه للدجاج تيجي رائع، هانتوما مقرمش واخا مقلي في الزيت راه ما تيجيش البنات شارب الزيت بزاف. تنتمنى تعجبكم هاد الوصفه. وهذا هو الطبق ديالنا تاع اليوم، تنتمنى يعجبكم وتجربوا. ما تنساوش لايك واشتراك للقناه باش يوصلكم اي جديد درته. وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وصفه جديده.